مستر رؤوف بنفسه لغايه عندك. هو عنده ديل ليك عظيم على فكره. مستر رؤوف، هستأذن حضرتك اسيبكم براحتكم. اتفضل. بعد اذنكم. اتفضل. اهلا اهلا يا انس، منور الدنيا، والله ليك وحشه. هو انا لحقت امشي عشان اوحشك؟ خير يا استاذ رؤوف، هو ايه حكايه الديل ده؟ ده كلام برضو يا انس. هو انا عشان عايز اشوفك ابقى عايز منك حاجه؟ يا راجل، ده احنا 10 سنين. ما هو عشان احنا عايشه 10 سنين يا استاذ رؤوف، انا عارف انك مش هتجي لحد هنا عشان تسال عليا. خير. نديم منصور. رجل الاعمال؟ تمام. ماله؟ اتصل بينا في الشركه وعاوز يشتغل معاك انت شخصيا، وما عندوش اي استعداد انه يشتغل مع حد غيرك. طريقه شغلك يا سيدي عجباه. انا عارف انك انت خرجت من الشركه بشكل يعني مش مناسب، بس خليك فاكر انت اللي قدمت استقالتك، محدش اجبرك عليها، صح؟ صح طبعا، محدش اجبرني. عموما احنا ناس بتوع بيزنس وعمليين. اللي فات مات. دلوقتي بقى نبدأ صفحة جديدة اسمها نديم منصور. بس انا مش على قوه الشركه عشان ابقى جزء من الصفحه دي. الكلمة دي أنا مش عايز أسمعها منك تاني أبدا. أنت عمود أساسي في الشركة يا أنس. عقدك الجديد جاهز. وبعدين الديل بتاع نديم منصور هيطلع لك منه نسبة حلوة قوي. اللي هي كام يعني؟ يا سيدي تمم بس أنت الصفقة وبعدين نبقى نتفق. معلش، افضل ان احنا نتفق الاول. 10%. 15. اتغيرت يا أنس، ما بقتش سهل زي زمان. اهو الواحد بيتعلم من اخطاء الماضي من اجل مستقبل افضل. هي دي الروح اللي أنا عايزها. عموما مش هنختلف. طبعا أنت عارف أنا عايز منك إيه دلوقتي. اروح لنديم منصور. تمام، هو ده الشغل. الكونتاكت بتاعه هتلاقيه في السكرتارية في الشركة، ومعاهم العقود. خلص معاه واتصل بيا.